الطيور دي شكلها لذيذ قوي، لازم افكر قبل ما اتحرك. الغابة مليانة مفاجآت يا جماعة. هاخد خطوة خفيفة، لازم محدش يلاحظني. السرعة مش كل حاجة خالص. السلام عليكم. في الفيديو ده هعرفك ازاي تقدر تعمل الفيديوهات اللي شفتها في اول الفيديو بطريقة سهلة ومن موقع واحد بس. ان شاء الله من الموقع ده هنقدر نعمل من خلاله الصور، ومن خلال الصور ده هنقدر نحركها كمان ونحط عليها الفويس اوفر برضه، كله من موقع واحد بس. لو اول مرة تشوفنا يا صاحبي تابعني وصلي على النبي في الكومنتات، وعشان ما اطولش معاكم كتير يلا ندخل في الشرح. أول حاجة كده هنعملها مع بعض يا صاحبي، هندخل على شات جي بي تي عشان نجيب منه البرومت بتاع المشاهد. أول حاجة كده أنا بعت له البرومت ده، طلبت منه إن هو يعمل لي قصة لسنجاب وعصافير في الغابة. حرفيا خلينا نختصر الحوار. أنت لو عايز طبعا تغير البرومت ده فهتيجي تقول لي يا صاحبي طب البرومت ده بيعمل لك مشهد أو قصة واحدة بس اللي أنت عملتها في الفيديو، ما تقلقش من أي حاجة. فأنا في آخر الفيديو هعرفك إزاي تعمل صياغة للبرومت ده وتعمل منه كمان كذا مشهد، لأن أنا طلبت 4 مشاهد بس. هخليك كمان لو انت عايز تعمل 100 مشهد وتغير القصة هعرفك ازاي، ده كله في اخر الفيديو. خلينا كده ننزل عشان نختصر الوقت. نيجي هنا كده اول حاجة هنلاقيه مولد لنا المشاهد زي ما انا طلبت منه 4 مشاهد، وكمان في كل مشهد صورة وبرومت الكلام بتاع المشهد. هنبقى كده عاملين نسخ لأول صورة. تمام، نسخ. ونيجي بعدين داخلين على جوجل لابس اللي هو جوجل ويسك. تمام، وتيجي عاملين له لصق للمشاهد. طبعا كلكم اكيد عارفينه، لو مش عارفينه انا هسيب لكم البرومت بتاعه، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت. ونيجي نختار طبعا المقاس نخليه على 16 لو انت عايز تعمل الشورتس. لو عايز تعمل الفيديو طولي عرض اليوتيوب هنخليه 16 على 9. ونيجي عاملين جنريت. نخش كده تاني على شات جي بي تي نجيب باقي الصور. نجيب المشهد الثالث. ونخش نجيب المشهد الرابع. نعمل جنريت. وزي ما انت شايف هو ولد لنا يا صاحبي المشاهد اللي احنا طلبناها، فانت طبعا هتنزل الصورة اللي تليق بالمشهد اللي بعديها. خلينا كده نشوف مثلا احنا هنختار مثلا الصورة دي، فالصورة دي جاية مع الصورة دي. تمام، فانت طبعا يا صاحبي هتختار الصورة اللي تليق مع المشهد اللي بعديها. فانا حرفيا كتبت لك في البرومت ان هو ما يغيرش الشخصيات، زي ما انت شايف هو بالظبط في كل المشاهد نفس السنجاب، مفيش اختلاف، ونفس العصافير اللي على الجار ونفس كل حاجة بالظبط ونفس الغابة. يعني مفيش اي اختلاف، بس الاختلاف بيكون في المشهد نفسه. فانت مثلا هتختار، لو هتلاقي الصورة رقم 2 فهتلاقي برضو المشهد التاني من رقم 2 جاي معاها بالظبط. فانا كده خلينا نختار ننزل الصورة دي، برضو مشهد 2 والصورة دي رقم 3. ونيجي عاملين داونلود للصورة رقم 4. تمام، كده خلصنا تنزيل الصور. كده معانا بقى حاجة اللي هي تحريك الصور ده ونحولها لفيديو. هنخش كده يا صاحبي على موقع جروك. تمام، هنيجي هنا في جروك طبعا عايزين نحرك الصورة. هنختار كده أول مشهد احنا عملناه أول صورة وعامل لها اوبن. وتيجي بعدين داخلين على شات جي بي تي ونروح لأول مشهد ونختار المشهد ده كامل كده، ناخد البرومت ده كامل بالكلام بتاعه ونيجي عاملين له نسخ. داخلين تاني على جروك ونيجي هنا عاملين نختار الفيديو طبعا، بس ما تنساش الخطة دي عشان ميحولكش لصورة. نختار فيديو ونختار هنا مقاس 16 على 9 ونيجي هنا عاملين لصق للمشهد ونيجي عاملين جنريت. تنتظر كده لحظات ويكون محمل معك. فاحنا في خلال الوقت ده نروح نجيب البرومت بتاع الفيديو التاني. نيجي عاملين له لصق زي كده، نسخ. داخلين على جروك، تظهر على محمل المشهد ده عشان نقدر نخش على المشهد اللي بعده. الطيور دي شكلها لذيذ قوي، لازم افكر قبل ما اتحرك. الغابة مليانة مفاجآت يا جماعة.
حرفيا يعني الوضع والستايل جميل جدا جدا يعني. فتيجي نعمل له تنزيل من الضغطة دي. بعد ما نزل معانا هنخش على باقي المشاهد. نيجي رافعين الصورة رقم 2. طبعا هنا هتلاقي لو في اختلاف هتلاقي الصورة بس اللي ظاهرة، فنضغط على رقم 2. نيجي عاملين اوبن، نختار الفيديو طبعا والمقاس والجودة دي. لو انت طبعا مشترك هتاخد 10 ثواني، هتاخد جودة اتش بي. نيجي عاملين لصق، نيجي عاملين جنريت. تظهر على ما يحمل معانا الفيديو. هاخد خطوة خفيفة، لازم محدش يلاحظني، السرعة مش كل. حرفيا الأداء جميل جدا وممتاز، وكمان نفس الصوت بيولدهولنا في كل المشاهد. هنعمل تنزيل داونلود، هو نزل معانا المشهد. خلينا نخش كده على 3 مشهد. عاملين اوبن، ونيجي برضو عاملين لصق للبرومت، تظهر على ما تحمل معانا الصورة هنا. نيجي عاملين جنريت. خلينا كده على كده تشوف الفيديو بعد ما خلص. يلا بسرعة، مش هسيبهم يمسكوني، أنا أذكى من كده بكتير. حرفيا برضو نتيجة يعني ممتازة جدا وجيدة جدا ومقبولة كمان. هنقدر نعمل لها داونلود عشان تنزل معانا. تمام كده اهي بتنزل معانا. كده نطلع نخش على آخر مشهد عشان نقفل الفيديو، وأعرفكم ازاي برضو تقدروا تعدلوا على البرومت. وبعد ما انتهى المشهد كده خلينا نشوف. الذكاء أهم من السرعة، ودي الحيلة اللي دايما بتنجح يا جماعة. حرفيا برضو النتيجة مرضية جدا ومرضية. نضغط على داونلود وكده نزل معانا. بعد كده ما خلصنا يا صاحبي المشاهد، فانا كنت قادر يا صاحبي ان انا اعمل لك مثلا بدل الاربع مشاهد دول 6 7 8 مشاهد في الفيديو. وبس عشان وقت الفيديو وريتك ازاي ان انت تقدر تعمل الفيديوهات دي بطريقه سهله جدا. بس انا في اعاده صياغه البرومت ده هسيبه لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو، او هسيبه لك في الكومنتات المثبته، ان انت تقدر بس كل اللي ما عليك ان انت تضيف المشاهد بتاعتك وتضيف القصه بتاعتك بس في البرومت، وهتعمل جنريت وان شاء الله هيولد لك بالطريقه اللي انت عايزها شات جي بي تي. تمام. بتمنى ان يكون الشرح عجبك يا صاحبي. ما تبخلش عليه بلايك، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وانتظرونا في الشرح الجاي ان شاء الله. وصلي على النبي في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.